السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه النهاردة بقى فيديو جديد. هنعمل أكلة سمك كده حلوة. تمام. طبعا أنا بعمل كميات قليلة، يعني عشان أنا طبعا يعني أسرة صغيرة مش كبيرة، وكده كده ولادي يعني عامة مش بياكلوا كتير. ف فبعمل كميات قليلة. بحب انوع بقى. تمام. هنا بنقطع سلطة عادي خالص. هنا اول ما دخلت المطبخ، طبعا هنا كان يوم الجمعة. طبعا يوم الجمعة سمك لازم، مع يعني احنا عندنا يعني يوم الجمعة مقدس سمك. تمام. فاول ما صحيت من النوم طلعت السمك يفك بره من الفريزر، يعني طلعته يفك. وطبعا هنا كان فك بقى. فغسلته وسبته. تمام. قطعت بقى، قلت اقطع السلطه. وهنا بقى ايه، جيت بقى خلاص قطعت السلطه وشلتها في التلاجة من غير طبعا اي تتبيله ولا حاجه عشان ما تتبلش. هنا بقى هعمل سمك شوي، ودي التتبيله بتاعته. قرنين فلفل حامي اخضر واحمر، وفصين توم صغيرين. يعني طبعا كل ما الكميه بتكبر كل ما بيبقى اكتر. حبه تبشري جزر عليه ابشري براحتك خالص خالص. تمام. انا ما حبيتش ان انا ابشر جزر عليه مع اني كان عندي يعني، بس يعني تمام. دي رده، انا معرفش في الدول العربيه بتسموها ايه. الرده دي بنشوي فيها السمك. تمام. طبعا هنا دول سمكتين بولتي كبار يعني. طبعا انا ما بعملش كميات كبيره. وقلت لكم قبل كده. تمام. والرده عامه فبحط كميه قليله، لاني لما بتقعد بتبقى بتصوف ومش بتبقى حلوه. فانا بحط كميه قليله، بعد ما بخلص برميها، يعني مش ببقى محتاجاها تاني. تمام. هنا سخنت الجريل على الاخر وحطيت السمك. وهنا ده الرز بالعدس. بيسموه كشري اسكندراني يعني. طبعا الكشري ده بيتاكل لوحده ساعات بدقة كده وصلصة وكل الكلام ده، وبيتاكل جنب السمك الشوي عندنا في اسكندرية يعني. تمام. هنا كوباية رز واحدة عليها نص كوباية عدس او ربع كوباية عدس حسب الكمية، يعني حابة تزودي العدس براحتك. غسلته كويس وحطيت شوية زيت وشوحته. طبعا بعمله بالزيت عشان خاطر مع السمك. انما لو هاكله كده لوحده بسلطة او جنبه بيض او دقه اللي هي الشطه بالصلصه دي، بعمله بسمنه او زبده. بحط يعني حته زبده مع الزيت وكده. تمام. طبعا شوحته وحطيت له الميه بتاعته وهسيبه بقى كده على النار خلاص. وهنا حاطه السمك على الشوي، السمك يتشوي. وده جمبري. تمام. انا طبعا عملت معاكم الجمبري قبل كده الاسكندراني. بيبقى خفيف وحلو. تمام. هنا هقلب السمك. بصوا صوته. وعايزه اقول لكم كان من اطعم ال يعني الاسماك اللي باكلها في البيت السمك الشوي. يعني احسن كمان من بره، بيبقى طعمه حلو جدا جدا جدا. طبعا انتي بتفضلي بقى بتتبلي بالطريقه اللي انتي حباها وتحطي البهارات اللي انتي حباها. بس طبعا عامه السمك بيحب الكمون، فما بكترش يعني بهارات عشان احس بطعم السمك. هو طالما متبل كويس ومتملح كويس بيبقى تمام. تمام. هنا بقى بصوا الرز هنا خلاص اتشرب. هوطي بقى النار عليه وهسيبه. تمام. طبعا في القاهره بياكلوا السمك الشوي جنبه رز ابيض عادي، بس انا طبعا الرز الابيض بناكلوه جنب الخضار اللي بصلصه. هنا بقى حطيت التتبيله في اي صينيه في اي حاجه عندك. الثوم حطيت شويه كمون، حطيت شويه كزبره ناشفه شويه صغيرين مش كتير. وحطيت طبعا ليمون، عندي ليمون سايل. تمام. وحطيت التتبيله. فطبعا باخد بقى السمك وميه سخنه، وطبعا باخد السمك اديله تقلبتين عشان ما يبش منك. ما تكتريش يعني، ما تحطوهوش وقت طويل في التتبيله عشان ما يبش ويبقى يعني يتهري. فاهمين قصدي؟ بس هنا خلاص طلعته بقى كده. تمام اهو كده طلعته. بحط بقى شويه دقه كده عليه من فوق. تمام. يديله بقى ايه التتبيله حلوه. هنا خلاص بصوا الرز مفرفر ازاي. بس هنا بقى قطعت طماطميه واحده وبصلايه صغيره خالص. هعمل الجمبري، والجمبري بعمله اخر حاجه لاني ما بياخدش سوا. وطبعا لو سخنتيه يعني لو برد وجيتي تسخنيه بيبقى مش حلو. فاهمين؟ وما بيتقشرش بسرعه. هو كده كده اصلا ما بياخدش سوا. حطيت شويه زيت صغيرين خالص.
وحطيت بصلايه اشوحها شويه كده مع الطماطم. انا مش عايزاها تدبل، بس تدبل كده شويه لان انا عايزه احس بطعم الخضار فيه، لان الخضار ده بيتاكل عادي خالص. تمام. بنحطوه على الرز. حطيت شويه ملح وكمون كمان وتبلتهم بقى شويه، يعني دبلتهم كده شويه. وبعدين نزلت بالجمبري زي ما انتم شايفين، بديله قلبه في الاول يعني يا دوبك يغير لونه، وقلبه تانية وخلاص على كده بطفي عليه. ما بياخدش اكتر من دقيقه كمان، ودقيقه كمان كتير عليه. بس عايزه اقول لكم بيبقى بينزل الصوص بتاعه، عايزه اقول لكم بيبقى طعمه خطير خطير خطير، ومن غير كمون ولا اي حاجه. بصوا لونه، والصوص اللي نازل منه ده بتعم بطريقه مش طبيعيه. بس كده وطبعا السلطه بقى هتبلها معاكم. بحط ملح وميه ساقعه او تلج براحتك خالص. في ناس بتحط عليها توم وكمون وبصل وكده، احنا بنحبها كده خفيفه بالجرجير والخيار والطماطم. تمام. وعندي بديل ليمون. طبعا عندك ليمون حطي، انا كان عندي ليمون يعني، بس بديل الليمون ده بيديني نفس النتيجه يعني، فاهمين قصدي؟ بس هنا كانت محتاجه شويه ملح، زودت لها شويه ملح وميه ساقعه. تمام. هنا دي انا كنت مقطعاها اول حاجه بدات اعملها السلطه. تمام. وده السمك الشوي والجمبري اهو، وكمان الرز. عايزه اقول لكم كان طعمه رهيب 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 رهيب. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. وما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسوش دعواتكم لاهل غزه. باي باي.